لازم تبقى عارف الفرق ما بين they ate pizza و they were eating pizza. والله الاتنين زمانين مختلفين تماما. وايه الفرق بين الاتنين؟ موضوع بسيط جدا. هنا تصريف تاني، هنا were مع verb في ing. they ate pizza يعني هم كلوا بيتزا وخلصوا خلاص وغسلوا ايديهم وممكن يكونوا ناموا وصحيوا والكلام ده كله. طب they were eating pizza هم كانوا بياكلوا بيتزا. بص كان بياكل. طب يلا قول لي مثلا cried was crying او were crying. ما هو بص في were او was معاها verb ing بنحدد ده بناء على ايه؟ على البروناونز او بنحدد ده بناء على السبجكت او الفاعل. يعني I we you they بياخدوا were، he و she و it بياخدوا was، والمفرد برضه was والجمع were. ما علينا. لو قلت لك ايه الفرق ما بين she cried او she was crying. يلا انت قول. دي عيطت دي كانت بتعيط. الاتنين خلصوا عياط عموما، ولكن دي ترجمتها ايه؟ past simple يعني ماضي بسيط. عملت، ضربت، استحمت، طبخت، قرأت، عملت كده. لكن دي past continuous يعني ماضي مستمر. تقول لي ماضي ومستمر، هي في ماضي بيستمر؟ يا عم هو المفروض يعني اكمل لك الجمله واقول لك مثلا from كذا to كذا، بحدد لك مده زمنيه، حاجه استمرت من مده كذا لمده كذا. ولكن احنا مش بناخد ده لاجل الدراسه، ولكن بناخد ده لاجل ان احنا نعرف نتكلم انجلش. she cried عيطت، she was crying كانت بتعيط. يلا she drank هي شربت. انا حابه تلاقيني اسكندراني وحابه تلاقيني كهرباء. شربت وشربت، ضربت بتقولوا ضربت؟ لا بتقولوا ضربت برضه. ما علينا. نقول هنا عايز اقول مثلا شربت كانت بتشرب، اكلت كانت بتاكل، راحت كانت بتروح، وهكذا. خلاص ده الفرق ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر. تعال نشوف جملتين كمان. جمله بتقول علي played tennis yesterday او علي was playing tennis. المفروض بقول لك ايه؟ yesterday morning مثلا، امبارح الصبح. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ما الاثنين معناهم ان الحاجه حصلت خلاص. دي حصلت خلاص، لكن دي لما بيحكي لك بيقول لك الديتيلز، التفاصيل. حصلت مثلا من 3 ل 5، حصلت امبارح بالليل، حصلت اول امبارح الصبح. طب ايه الفرق هنا؟ علي played تنس، علي لعب تنس خلاص وخلص. علي was playing تنس يعني علي كان بيلعب تنس وخلص برضه. وده كان الفرق في المعنى فقط ما بين الباست سيمبل والباست كونتينيوس. هتيجي تقول لي انا مش عارف اذاكر، تعالى كلمني، ابعت لي رساله، قول لي انا عايز اخد معاك كورس جرامر، كورس نوت، كورس محادثه، كورس تاسيس A1 و A2. انا معاك، ابعت لي وانا هظبطك. سلام.